روى الإمام البيهقي في سننه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم القرآن في شبيبته اختلط القرآن بلحمه ودمه، ومن تعلمه في كبره وهو ينفلت عنه فلا يتركه فله أجره مرتين. حديث أبا هريرة نبي محمد الرادقه نبرانقه كيسا إرقما ربي صلى الله عليه وسلم أكنا جلن نمني قافة درقكم ما يوكي قافة جولما أمري قافة قنماتي قرآن برتي قرآن نفوني في إيغا إساتي مكما نمني قافة دلومي يوكي من قدومي قرآن قرئي وسو قرآن نسعبو إسار كابه كقروا إني قرآن سنين ديفني اتدديبو فله أجران نمني سن من دا يوكين أجري لما كبجرا صلى الله عليه وسلم. قرآن قرؤون قاف جلما ديغا في فونسيتا قاف دلما دجال ملما سيتا يو لكمتي كيسي كي غوغي ملي قرآن ربي رافقاتشون خسارة الدنيا فآكراتي. اللهم علمنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معجزان قرآن واهما منمو ربنا في سلا وانتي فمو كان الدنيا قوتون التجايبمو سمونا تقوتي قوتون سايقمون قوتون دملي جملي نماف قبتمون كن قدرة ربيتي نماف لاففمون كتابا نمانتي دنيا رترقمو تقول حفظي دان نمان قبتمو ربي نلافزي شكر جننمو الحمد لله قالت رحماني أمن يا ربي رحمتك ديني.